سيشن النهارده عندنا رايتنج وهنتكلم فيها على الباراليزم. تعالوا نشوف الشرح بتاعه النهارده والتريكس الخاصه بيه والحاجات اللي بنقابلها في الامتحان وبالتفصيل هنعرفها مع بعض. اول حاجه مستر لازم ابقى عارفها في الباراليل. ايه هو الباراليل اساسا؟ قال لي يا مستر ده انا بعمل باراليل بين تو ووردز او اكتر. طيب التو ووردز دول او اكتر من التو ووردز لازم يكونوا اول شرط ان هم في السيم فورم، يعني لازم يكونوا زي بعض. طيب يا مستر هعرف منين ان ده سؤال باراليل؟ قال لي اول حاجه في عندي structure موجود، ساعه ما اشوفه يبقى انا كده السؤال بتاعي ده سؤال باراليل. تعالوا نشوف مع بعض كده. زي مستر مثلا not only but also، either or، both and، neither nor، between and، as، so much as، not so much as. لو انا شفت اي structure من دول جوه السؤال يبقى انا كده على طول ابقى عارف ان انا بعمل بارل. طب يا مستر ممكن توضح لنا يبقى شكله ازاي اكتر؟ فنيجي نشوف مع بعض كده. مثلا هنا مثلا الاقي not only مثلا، والاقي هنا to play but also to watch. ادي كده الباراليل بتاعي بعد not only to play وجيت بعد but also to watch. طيب ممكن يبقى playing وبالتالي بعد but also هيبقى watching. طيب يبقى هنا كده يا مستر انا عرفت الاستراكشر اللي انا بعرف منه الباراليل. طيب ممكن مثلا يا مستر يبقى حرف جر مثلا فور هنا ويبقى برضو فور هنا. يبقى اهم حاجة نخلي بالنا منها ساعة ما عيني تقع على ستراكشر من دول يبقى انا عارف ان ده سؤال باراليل. ولازم يبقى سيم فورم زي ما احنا اتفقنا. لو هنا to الانفينيتيف يبقى to الانفينيتيف، لو هنا ing يبقى هنا ing، لو في هنا preposition يبقى في هنا preposition. طب يا مستر ممكن تورينا سؤال على الكلام ده؟ نشوف مثال كده صغير. هو كاتب هنا مستر في السؤال، عيني وقعت على طول على not only. تمام؟ طيب يبقى انا كده عرفت ان ده سؤال باراليل. طيب بعد not only موجود to her. هاجي بقى في الحته الاندرلاين بتاعتي لقيته كاتب but also. تمام يا مستر، بعدها for. هل كده انا عملت باراليل؟ هل كده انا ده سيم فورم؟ لا طبعا يا مستر. لو جيت ابص على التشويسز اللي موجوده يبقى انا على طول، وانا عارف ان انتوا هتختاروا الاختيار ده اكيد، but also to her. لو حبينا نبص كده مع بعض على التشويسز، طبعا انا هرفض A عشان هنا في for. تمام كده. وهرفض B عشان هو قال and also وتكملتها مش and also، هي تكملتها but also، فبالتالي مش معانا. ودي طبعا يا مستر هو كاتب but also because of her، كل ده مش تبعي اساسا. يبقى ده اول حاجة في الباراليل ولازم احافظ عليها السيم فورم. طيب تعال نشوف مع بعض اللي بعد كده. تاني حاجة في الباراليل هنشوفها مع بعض. لو انا عندي ليست يا مستر، تمام كده، فبالتالي برضو لازم احافظ على السيم فورم بتاعتي. لازم احافظ على السيم فورم بتاعتي. فقال لي يا مستر اهو السيم فورم، وقال لي لازم يكون الكوريكت بانكتويشن اللي هو انا منساش وجود الكومنت. طيب ايه يا مستر اللي ممكن يعمل باراليل في ليست؟ هي and و or. طيب حلو الكلام، تعالوا نشوف ازاي. يعني مثلا انا لو كتبت هنا to play، to watch، to read، same form. لو خليتها playing
watching reading برضو same form. نفس الوضع مع or. طب يا مستر في حاجة كمان تعمل parallel غير and و or؟ حد ممكن يقول لي مثلا also، حد ممكن يقول in addition to، حد ممكن يقول as well as. اقول له لا يا مستر احنا ما عندناش غير and و or بس، غير كده يبقى الكلام ده غلط. طيب تعال نشوف مع بعض مثال على الكلام اللي احنا لسه قايلينه. هنا مستر في نمبر 2 فقال to، وبعدين زي ما احنا شايفين كده ادي اول حاجة وادي تاني حاجة وادي تالت حاجة، تمام، ما بينهم كوماز، ادي كوما ادي كوما and والحاجة التالتة. طيب تعال نشوف التشويسز كده يا مستر والكلام ده صح ولا لا. هنا مثلا يا مستر في رقم بي لقيته عامل and زيادة، يبقى انا اكيد هرفض بي. طيب في سي لقيت سيمي كولون، برضه هرفضها مش معايا. انت لسه قايل يا مستر ان هو لازم يبقى same form و correct punctuation. تعالى على دي هلاقيه حاطط بعد and كوما. طبعا يا مستر لا، والانسر بتاعي اللي هو A زي ما هي بالظبط same form وادي الكوما. طيب لحد دلوقتي كده تمام، الدنيا واضحة. نزود سنة. طيب اللي احنا لسه شارحينه دلوقتي يا مستر كان list. طيب لو انا عندي 2 items بس يا مستر، لو انا عندي 2 items بس هعمل بينهم parallel. طيب ازاي؟ قال لي يا مستر and و or. طيب اهم نقطة نخلي بالنا منها ان انا مش هيبقى عندي او هقول كده no comma، يبقى انا مش محتاج كوما لما اجي اعمل parallel بين 2 items، مش هستخدم كوما and و or بس. طيب تعال نشوف يا مستر الكلام ده في الاكزامبل اللي جاي. هنا يا مستر قال لي states and studied. حلو قوي، ادي and اهي يا مستر ومش عامل كوما، فيبقى الكلام زي الفل. بس انا ليا سؤال هنا يا مستر، لازم احدد هو بيعمل باراليل مين مع مين عشان ابقى مدرك ان انا ماشي صح او بختار الانسر صح. طيب هل انا ينفع اعمل باراليل مع states وستادد؟ طبعا دي نون ودي فيرب. طبعا لا يا مستر. لو انت اخدت بالك كده من السؤال هتلاقي هنا الفيرب اهو moved وده past simple، وادي الفيرب التاني اللي بعمل معاه باراليل اللي هو studied برضو past simple same form، وعندي and يا مستر وما عنديش الكوما لان هما 2 items، فبالتالي التشويس بتاعي هيبقى A. عايز اوريك برضو باقي التشويسز عشان تبقى عارفها. طبعا هنا مستر راح جاي عامل كوما قبل and، دول 2 items يبقى انت هترفض الكلام ده. هنا مستر حط سيمي كولون هرفضه برضو. هنا مستر حط كوما بعد studied، طبعا الكلام ده غلط. نكمل كده ونشوف. لحد دلوقتي كده الدنيا ايه؟ ماشية بسيطة وسهلة ومباشرة. والجزئية اللي جاية كمان، بص يا مستر قال لي في باراليل في الكومباريزون. يا مستر في. طيب الباراليل في الكومباريزون دي بتتعامل ازاي؟ قال لي يا مستر بنعملها بذان او rather than او prefer to. طيب يبقى شكلها ايه اصلا؟ فقال لي يا مستر مثلا ادي ذان اهي زي ما احنا شايفين، فقال لي لما تيجي تعمل باراليل في الكومباريزون مثلا هنا to play زي ما احنا بنقول، ويبقى هنا to watch. طيب يبقى كده ادي same form.
لو كاتب الاي ان جي خلينا نقول playing، هتبقى هنا مستر watching. طيب خلينا نقول لو بدأت بpreposition زي مثلا on، تمام، وادي ذان اهي برضو يا مستر، وادي الجزء التاني هيبقى برضو بادئ بpreposition. طيب في الاي اس تي ظهرت قبل كده في اسئله، وقلنا ان هو مش لازم يبقى ده same preposition، مش لازم يبقى نفس حرف الجر. كانت ظهرت في سؤال وكانت الاجابه فيه into وهنا in، تمام. يبقى في البروبوزيشن مش لازم يظهر بنفس حرف الجر، ممكن يبقى اللي قبل ذان حرف جر واللي بعد ذان حرف جر تاني، برضو الكلام ده صح. كل ده لحد دلوقتي كلام مباشر وواضح وجميل. نبتدي بقى نعلى بالليفل بتاعنا شوية عشان نشوف لو هو حب يغلس عليا في السؤال او لو حب يزود الدنيا شوية بتيجي ازاي. قال لي يا مستر في حاجة اسمها parallel with common factor. ايه بقى حكاية الcommon factor دي يا مستر؟ تعال نشوف البارالل بالcommon factor ازاي. زي ما احنا كنا لسه بنقول مثلا to play comma to watch comma and to read. طيب ده كده parallel صح وسيم فورم. فقال لي يا مستر ادي هنا to الانفينيتيف to الانفينيتيف and و to الانفينيتيف، والcorrect punctuation ادي الكوما وادي كوما قبل and. طيب ممكن اعملها بكومن فاكتور ازاي؟ قال لي يا مستر ممكن تعملها تبقى to في الاول وبعدين play كوما watch كوما and read. كده يبقى انا مستر اخدت 2 دي وبقت بره وبقت common factor، وكتبت play كوما watch كوما and read. صح الكلام ده؟ صح الكلام ده يا مستر. طيب في حد ممكن يعتقد ان الكومن فاكتور يبقى ب2 بس. لا يا مستر ما ينفعش الكومن فاكتور يبقى ب2 بس. الكومن فاكتور ممكن يجي ب2 زي ما احنا بنقول preposition، وممكن يجي بالفيرب نفسه، وممكن يجي كمان بالجيرند. طيب ما تورينا مثال يا مستر لو جه بالفيرب نفسه يبقى شكله عامل ايه؟ تعال نشوف مثال كده مع بعض ونشوف نختار انهون او ازاي يبقى شكله. قال لي يا مستر مثلا لو كتب has watched and has done. تمام كده؟ ده كده ما فيهاش common factor. طيب اعملها بالcommon factor يا مستر تبقى has watched and done. يبقى انا اخدت يا مستر has هنا وعملتها common factor. طيب حلو الكلام ده. عايز اسألك بقى سؤال. افترض في الامتحان جاب لي التو choices كده has watched and has done و has watched and done. طيب الاتنين صح يا مستر، اختار انهون فيهم؟ طبعا لو فكرت شوية كده هنقول هنختار اللي بكومن فاكتور. طب ليه يا مستر؟ طبعا عشان ما هياش وردي زي الإجابة اللي فوق، ما هياش طويلة،
وفي حاجة بتقول shorter is better، فاوريدي يبقى انا هختار has watched and done. طب افرض يا مستر ما جابليش اللي بكومن فاكتور، وكانت الإجابة الوحيدة اللي صح اللي هي زي has watched and has done، يبقى اختارها يا مستر. طب ما انت لسه قايل انها طويلة بس برضو صح، وفي نفس الوقت هو ما جابلكش اللي بالكومن فاكتور. لو جابلك اللي بالكومن فاكتور يبقى هي الايه اللي تختارها. طيب ممكن نشوف مثال على الكومن فاكتور كده ونشوف هنحله ازاي. هنا يا مستر في نمبر 4 بيقول to concentrate comma making. طبعا على طول في حد ممكن يروح جاي قايل اختار to make، لان انا لقيت to concentrate فاروح اختار to make. هقول له يبقى انت كده ما بصيتش كويس وما كملتش باقي السؤال. بص كده هنا to concentrate هنا عملها making، بص كده يا مستر and respond. طيب اللي قال اختار to make على طول ما اخدش باله لان مفيش هنا بعد and to respond، ده هنا respond. يعني انت عايز توصل ليه يا مستر؟ عايز اقول لك ان to هنا common factor، هنا concentrate يبقى انا على طول هخلي making تبقى make يا مستر، وبعدين and respond. الموضوع كله بيحتاج ان انا ابص كويس واشوف تكملة السؤال بتاعي، وفي نفس الوقت انا هختار ايه الصح، وبرجع للرول في دماغي تاني، وبالتالي بختار الاجابة الصح. طيب كمان مثال يا مستر، جه هنا يا مستر قال لي to، احنا بقينا ناخد بالنا اهو على طول، ادي to conduct. طيب بعدين كوما بعدين collect، تمام. وبعد كده يا مستر عامل create، وبعدين جه راح جاي حاطط writing، وبعد كده لو اخدت بالك edit، بعد كده lay. طب يا مستر كل ده infinitive اهو، وانت عملت سيركل على 2 فاوريدي تبقى 2 common factor، يبقى انا هخلي writing المفروض على طول انها هتبقى right. لحد دلوقتي برضو الدنيا كويسة، تمام كده يا مستر؟ طيب ارجع بقى اقول لك على حاجة، لو حب يخلي الدنيا اعلى شوية في الاسئلة يعملها ازاي؟ انت يا مستر دلوقتي شرحت لنا الكومن فاكتور ووصل الحمد لله. طيب تعال نشوف هل الكومن فاكتور ده ممكن اطبقه على الاستراكشر اللي احنا اخدناه في الاول ولا لا. اهو فاكر لما قلنا الاستراكشر في اول السيشن دلوقتي ده اللي بيعرفني ان انا بعمل باراليل او انا عندي سؤال باراليل. طب يا مستر انت لسه بتقول ايه دلوقتي؟ الكومن فاكتور هل ينفع استخدمه مع الاستراكشر؟ اه يا مستر ينفع. تعال اوريك ازاي، هيبقى مكانه فين اصلا. خلينا الاول نكتب جملة الطبيعية اللي احنا نعرفها بالاستراكشر، وبعدين انا اشتغل لك عليها بالكومن فاكتور. يعني انا مثلا لو قلت هنا not only to play but also to watch. تمام كده يا مستر؟ دي الجملة الطبيعية بتاعتنا. طيب لو انا عايز اعمل فيها common factor زي ما كنا بنقول، عشان احنا قلنا هو ينفع هنا في الاستراكشر، فتبقى ازاي يا مستر؟ قال لي الكومن فاكتور يبقى في الاول، يبقى to، يبقى قبل الاستراكشر to not only وبعدين هحط هنا play
but also watch. فبقت يا مستر هنا البارل اللي عندي ما بين play وما بين watch. يعني خلي بالك لو في الاستراكشر عايز استخدم common factor بيتحط فين يا مستر؟ قبل الاستراكشر. دي نقطة مهمة ونخلي بالنا منها، لأنه بيجي في الأسئلة لو بيحب يرفع مستوى الأسئلة شوية بيجيبها بالطريقة دي. طب يا مستر انت جيت برضو هنا قلت على الباراليل في الكومباريزون، تمام. طيب هل ينفع اعمل common factor مع الباراليل في الكومباريزون ولا لا؟ قال لي بقى مستر هنا ما ينفعش اعمل common factor في الباراليل in comparison. بمعنى اصح اللي انا بدأت بيه قبل ذان برجع اكرره تاني بعد ذان، تمام؟ سواء هنا to play بقت هنا to watch. يعني ما ينفعش احط بره to common factor واقول هنا play واقول هنا watch. قال لي في ال parallel in comparison ما ينفعش اعمل common factor اساسا. يبقى هو بينفع ال common factor في الاستراكشر اللي انا بعرف منه الباراليل، انما ما بينفعش مع الباراليل in comparison. خلي بالك من التكات دي لان هي دي التريكس اللي هو بيستخدمها جوه الامتحان، وبالتالي لو احنا مش عارفين المعلومة فاوريدي انا مش هعرف احل السؤال اصلا، وهحس ان السؤال ده جه كده ازاي او هيتحل ازاي. طالما انا دلوقتي عرفت المعلومة ابقى مركز اكتر، وفي نفس الوقت هسترجعها في مخي ساعة ما اشوف السؤال وبالتالي اعرف احلها صح. طيب كده احنا ابتدينا نعرف حاجات زيادة او حاجات ممكن حضراتكم ما تكونوش عارفينها جديدة ونخلي بالنا منها قوي. طيب في كمان يا مستر حاجة اسمها باراليل بس بالنيجاتيف. يعني ايه يا مستر؟ بالنفي، بالنيجاتيف. طيب ده ليه حاجات بتجيبه؟ يا مستر ايه هي؟ قال لي not وبut او not وبut rather. طيب ادينا مثال كده يا مستر. مثلا فلما اجي اقول مثلا not at home but at school. طبعا ده كده مستر باراليل، ادي not وادي at home وادي but وادي at school. طيب ممكن تيجي مع الفيرب؟ ممكن. طيب لو انا مثلا قلت not watched but played. تمام يا مستر، نفس الموضوع كده برضو باراليل. طب ما تيجي اوريك حاجة جديدة عليك كده برضو. لو انا كتبت studied but slept، اكيد هتقول لي يا مستر انت ما كتبتش هنا not. انت نسيت تكتبها يا مستر. لا انا ما نسيتش اكتبها، انا قاصد ما اكتبهاش عشان اقول لك على معلومة ان but لوحدها ممكن تعمل باراليل. ايه ده يا مستر؟ يعني مش لازم احط not في الاول وبعدين احط but. انا ما كتبتش not وحطيت but وعملت باراليل اهو. لو خدتوا بالكم ادي التو فيربس studied وسلبت، صح الكلام؟ طيب يا مستر انا اعرفها ازاي بقى ان but دي عامله باراليل؟ قال لي يا مستر تعرفها ازاي؟ دايما بيجي وراها verb.
لما يجي وراها verb but على طول تعرف انها كده عملت parallel. دي الحاجات اللي انا بقول عليها، او اللي هو لما يحب يعلي ليفل السؤال في قلب الامتحان فبيجيبها. خلي بالنا منها قوي ونركز فيها، وبالتالي السؤال بالنسبة لك مش هيبقى فيه اي مشكلة خالص وانت بتحله. طيب تعال نشوف مثال على اللي انت حكيته دلوقتي، الباراليل بالنيجاتيف بتاع not but و not but rather. قال يا مستر هنا لو اخدنا بالنا ادي كده didn't sign، تمام، وبعدين ادي but rather، بعدين جاب entering ing. انا لقيت عندي not اهو، وادي didn't هنا طبعا ده past simple negative، وعندي but rather، يبقى انا عرفت على طول ان ده parallel بالنيجاتيف. طيب هل ينفع اجيب وراه ing؟ بالتالي لا يا مستر، فيبقى no change لا. طيب هنا يا مستر برضو هرفض بيه، اكيد هتقول لي عشان خاطر هو ادي حاطط preposition وبعدين حط ing، يبقى ده كده مش parallel. طيب تعالى شوف سي كده يا مستر، but rather entered. يا مستر ادي past simple، وانا عندي didn't sign past simple. طب واحده كمان had entered، ده past perfect، انا ما كانش عندي هنا past perfect عشان اروح اختار past perfect، فبالتالي دي مرفوضه، وبالتالي سي هي الانسر بتاعنا. تمام لحد كده؟ نرجع نكمل كده مع بعض في السؤال بتاع الباراليل سبليت باراليل. ده مستر اعلى جزئيه في السؤال بتاع الباراليل. يعني ايه سبليت؟ يعني ان انا بفصل ما بين الباراليل وبعض. طب يا مستر ده عباره عن ايه، او ده هيبقى ازاي؟ قال لي يا مستر لما بيبقى عندي حاجه اسمها extended list، او عندي confusing list، او complex list، في الحالة دي بعمل حاجة اسمها split parallel. طب يا مستر وضحها لنا اكتر. قال لي لو انا عندي list مثلا اسماء حد، كتب هنا اسم and اسم كمان، بعدين هعمل كوما، وبعدين اسم and اسم كمان، وبعدين هعمل كوما هنا واقول and، ونفس القصة برضو عندي ليست تالتة. دي كده يا مستر بنقول عليها عندي ليست جوه ليست. يعني دي ليست 1، ليست 2، دي ليست 3. طب يا مستر في الحالة دي قال لي ده احنا بنقول عليها confusing list او extended list. طب تعمل ايه بقى يا مستر؟ قال لي هنا في and وهنا في and، وفي الليست التالتة في and، وانا طبيعي لازم هاجي اعمل كوما and قبل اخر ليست، وعندي هنا كوما. قال لي في الحالة دي على طول انت بتروح جاي شايل الكوما اللي ما بين كل ليست ونستبدلها بسيمي كولون، فبقى عندي الليست الاولانيه وبعدين سيمي كولون الليست الثانيه وسيمي كولون واند والليست الثالثه. ده معنى سبليت باراليل. طيب بيظهر تاني في حاجه كمان يا مستر؟ بيظهر لو انت عندك جوه الليست موجود كوما. طيب ادينا مثال، تعالوا نشوف مثلا لو هو كاتب كايرو، طبيعي هعمل كوما. ايجيبت احنا بنقول عليها سيتي وكونتري، فاوريدي لازم اعمل كوما. طيب وهرجع اعمل هنا كوما يا مستر واكتب موسكو كوما راشا، وهعمل كوما and، وهكتب هنا
باريس كوما فرانس. شايف الشكل ده كله على بعضه بقى عامل ازاي؟ كوما 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 اند كوما. ده كده بقى مولد. تمام. طب يا مستر هو قال لي لو انا عندي ليست جواها كوما، او احنا بنقول كمان لو ظهر عندي internal punctuation اللي هو زي الكوما يعني، سواء بنقول عليها كده او بنقول عليها كده. قال لي في الحاله دي يا مستر طبعا الكلام ده كله لو احنا بنمشيه بالطريقه دي طبعا يبقى غلط. طيب تعمل ايه بقى يا مستر دلوقتي؟ قال لي يا مستر طبيعي ما بين السيتي والكونتري لازم يبقى فيه كوما. خلاص زي الفل. طيب تيجي بقى تستبدل الكوما دي بسيمي كولون، وادي السيتي والكونتري التانيين بتوعك وبينهم كوما، وتيجي تستبدل الكوما اللي قبل اند بسيمي كولون، واند والسيتي والكونتري بتوعك الاخرانيين. يبقى عشان نبقى مدركين وعارفين السبليت باراليل ده يا مستر عبارة عن، هو مش بيجي غير في الحاجتين دول، اللي هو لو انا عندي list زي ما احنا شايفين كده extended list او confusing list زي اللي باند، او لو عندي list جواها كوما او جواها internal punctuation. في الحالة دي يا مستر انا بستبدل الكوما اللي ما بين الليستس دي واستخدم السيمي كولون. طيب ممكن تظهر في حاجة كمان، ممكن تظهر في حاجة كمان وهوريها لك حالا في اول اكزامبل عليها او اول مثال على سبليت باراليل. قال لي يا مستر لو انا جيت هنا بصيت في نمبر 7 هلاقي فيرست، وفيرست هنا وراها كوما. عايز اوريكم الكوما، ادي فيرست ووراها كوما. طيب وبعدين كتب اند وبعدين سكند وراها كوما. فيرست ترانزيشن ولازم يجي وراه كوما، وسكند ترانزيشن ولازم يجي وراه كوما. بص يا مستر عايز اوريك كان شكلها ايه وممكن نخليها تبقى ايه. يعني هي كان اصلها كده فيرست كوما وقال الجملة بتاعته، بعدين حط بيريود وبعدين سكند ووراها كوما وحط الجملة بتاعته. طب يا مستر اعملها لنا بقى باراليل. اعملها، ادي فيرست وراها كوما وهكمل الكلام بتاعي واجي اعمل ايه يا مستر بقى؟ سيمي كولون and second ووراها كوما والكلام بتاعي. ده كده يا مستر زي السبليت باراليل بالظبط، زي الليست اللي جواها ليست او الليست اللي جواها كوما، صح كده؟ تمام. يبقى انا على طول ساعة ما شفت سكند وفي كوما عيني جابت فيرست في كوما، يبقى انا مستر اوريدي عايز قبل اند السيمي كولون. طبعا في تشويس بي عامل كوما اند سكند كوما، طبعا الكلام ده غلط. هو عامل هنا مستر اند بس برضه هيبقى غلط، وعامل هنا داش وبعدين كوما برضه الكلام ده غلط. طيب نشوف مثال اكبر شوية او اعلى شوية بيبقى شكله ايه. بص يا مستر كده معايا، لو بصيت في نمبر 8 هتلاقي 3 levels of characteristics. ادي اول ليفل، احدد كده عشان وانا شغال ابقى عارف انا شغال على ايه. ده اول حاجة. طيب تاني حاجة يا مستر location level characteristic. تمام، ده تاني حاجة. طيب تالت حاجة event level characteristics. بص كده بقى بعينك على طول
هتلاقي كومات كتير، وانت لسه قايل يا مستر لو الليست جواها كومات انا بفصل بسيمي كولون. طيب عايزك تبص كده في التشويسز وتحاول تختار الانسر قبل ما انا اجاوب. تمام، اكيد هتقولوا نمبر سي. بص كده يا مستر، انا فصلت ما بين اول ليست ادي سيمي كولون، تمام، وادي الليست التانية هي يا مستر، وكملت وادي اند وادي السيمي كولون بتاعتي التانية. يبقى نخلي بالنا من الحاجات اللي بتبقى مستواها عالي شوية او اللي احنا بنقول عليها ممكن يجيبها اعلى سنة بحيث ان هو يلخبطك. خلي بالنا ان سؤال الباراليل ده سؤال اساسي في الامتحان، يعني موجود وبنلاقيه باكتر من صيغة، فاحنا كده النهاردة اخدناه بالطريقة المباشرة بتاعته، واخدنا في الحاجات اللي ممكن يعلي بيها السؤال زي ما احنا شفنا كده مع بعض الشرح والاسئله او الامثله اللي كانت موجوده على كل جزئيه. مطلوب من حضرتك تراجع السيشن مره كمان وتبتدي تكتب الحاجات اللي احنا كتبناها كشورت نوتس جوه الشيت، واذاكرها وابتدي اطبق عليها بالامثله وابتدي اتدرب على الحل. وان شاء الله هيكون موجود معانا الشيت باسئله وهنقعد نحله مع بعض زي ما احنا متعودين. بعد كل ليسون نحل عليه من الشيت بتاع الاسئله اللي بتبقى خاصه بالليسون اللي احنا شرحناه، عشان نثبت الجزئيه دي كويس واعرف ادركها بعد كده في قلب الامتحان. اشوفكم السيشن اللي جايه ان شاء الله.